مهما كانت حياتنا مثالية وبنروق وبننضف وبننسق وبنعمل ديكورات، بيجي علينا وقت نفسيتنا بتخلينا مش قادرين نعمل حاجة، وممكن نقعد باليوم والاتنين شايفين الدنيا حوالينا فعلا محتاجة تنظيف وترويق وترتيب، ولكن النفسية مش مساعدة بده، لدرجة ان احنا ممكن السرير نقوم باليوم والاتنين والتلاتة وننام وهو متروقش او اتنضف او اتغيرت ملاياته او اتهوى. على فكرة ده طبيعي عند كل البشر، واحنا كستات هرموناتنا في بعض الأحيان بتتحكم فينا. كمان لما بنواجه مشاكل بنبقى عايزين ناخد جنب من كل حاجة، بالرغم ان نظافة المكان بتأثر في نفسيتنا، وممكن تكون النظافة او الاهتمام او الترتيب او التنسيق هو جزء من شخصيتنا، ولكن لو نفسيتنا تعبانة هيوصل لمرحلة اللي انتوا شفتوها في الفيديو ده. فدايما ما نحكمش على حد من بره، ولازم نشوف الصورة كاملة، اللي جوه غير اللي بره نهائي وغير اللي احنا شايفينه وواضح لينا. النفسية بتفرق